جوزي عمل حركة عمري ما كنت أتخيل إنه يعملها، بس أثبت لي بيها قد إيه هو راجل قوي. يسعد لي مساكم يا أماراتي الحلوين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وسلام دايما. مش عارفة بصراحة أصنف القصة اللي هتسمعوها دي إيه بالظبط، بس الحقيقة اللي هتسمعوه النهاردة من أجمل الحكايات اللي وصلت صفحتنا. أربطوا الحزام واستعدوا للانطلاق. بتقول صديقة صفحتنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيلة. قبل ما أعرفك أنا مين أو أحكي حكايتي، عايزة أوصل تحياتي وسلامي ليكي ولكل أمرايا بتتابعك، ومش هطول عليكم. أنا نورهان، عندي 40 سنة، خريجة تربية قسم لغة عربية، متجوزة وعندي ولد وبنتين توأم. الولد عنده 17 سنة والبنتين عندهم 14 سنة. جوزي راجل محترم جدا وشخص عملي من الدرجة الأولى، وده هو عرفني بيه في وقت الخطوبة لما قعد معايا واتكلم في نقطة إنه مش بتاع كلام سهوكة ونحنحة والجو ده، وإن كل اللي في دماغه شغله وإزاي يكبره. وهو فعلا شخص طموح جدا، وقدر في وقت صغير يبني كيان كبير لنفسه ولاسمه. وقت ما كنا مخطوبين كان صاحب شركة شحن صغيرة، لكن دلوقتي بقى صاحب أكبر شركة شحن في الشرق الأوسط كله. أنا بصراحة كنت على طول بسأل نفسي، يا ترى هو بيحبني ولا متجوزني بس علشان يكمل الصورة الاجتماعية له ويعمل بيت وعيلة؟ أصله عمره ما عبر لي عن حبه ليا بأي كلمة. حياتنا مع بعض كانت روتينية لدرجة مملة. هو كان حنين عليا وكريم، ما كانش بيبخل عليا بحاجة. بس مش دايما البخل في الفلوس أو المادة، البخل الحقيقي في المشاعر. وطبعا كل ما كانت المسافات بتوسع ما بينا، كل ما كان إهمالي أنا كمان ليه بيزيد، واهتمامه كله راح لولادي ولكل حاجة تخصهم هم وبس. لحد لما جه اليوم اللي اتغير فيها حاجات كتير، حتى نظرتي لجوزي. كنا قاعدين في النادي شلة أمهات زمايل ولادي في التمرين، والضحكة كانت مالية القعدة، وفجأة موبايل واحدة منهم رن. كان جوزها. فتحت السبيكر وهي بتضحك، وسمعناه بيقول لها بنبرة كلها حنية: وحشتيني يا حبيبتي، خلصتي ولا أجيلك؟ أنا عديت جبتلك الشوكولاتة والورد اللي بتحبيهم، خلاص مستنيكي في البيت. في اللحظة دي حسيت بنغزة في قلبي زي سكينة. بصيت لموبايلي اللي ما بيرنش برقمه غير بالصدفة. حسيت إني دبلت وبقيت مجرد مكنة بتنفذ طلباته بس. روحت البيت والدموع محبوسة في عيني، وقررت إني مش هسكت. دخلت لقيته قاعد في مكتبه وسط الأوراق واللابتوب، ملامحه جادة كالعادة. وقفت قدامه وصوتي بيترعش، وقلت: أنا تعبت. أنت كريم بالفلوس بس بخيل قوي بالكلمة، وأنا زي أي ست ومحتاجة أحس بوجودي، مش مجرد مديرة بيت بتشوف طلباتك وطلبات الأولاد. بصلي بنظرة غريبة وسكت تماما، ما قالش ولا كلمة، وده وجعني أكتر. دخلت نمت وأنا حاسة إن حياتي بتنهار. بس تاني يوم الصبح كانت المفاجأة اللي هزت كياني. صحيت ما لقيتوش، بس لقيت ظرف كبير على السرير ومعاه ورقة صغيرة مكتوب فيها: البسي وانزلي، السواق مستنيكي تحت، النهاردة ملكك لوحدك. نزلت وأنا مش فاهمة حاجة، لحد ما العربية وقفت قدام مبنى فخم جدا في أرقى منطقة. لقيته واقف مستنيني وبكل هدوء مدلي إيده بمفتاح وقال لي: فاكرة لما قلتلك وقت الخطوبة إني مش بتاع كلام؟ أنا فعلا مش بعرف أزوق الكلام يا نورهان، بس طول السنين دي كنت بحوش علشان أحققلك حلمك. المبنى ده مجمع تعليمي باسمك، ده تعب سنيني اللي فاتوا قدمتهولك علشان أعرفك إنك مش بس ست البيت، انتي ست قلبي اللي شرفتني ورفعت راسي. بصيت للمبنى وبصيت للمفتاح، وعرفت في اللحظة دي يعني إيه راجل. الراجل مش اللي بيغني قصائد، الراجل اللي بيخلي مراته ملكة بفعل حقيقي، اللي بيبني لها كيان يحميها ويحقق ذاتها. طلع مش بخيل مشاعر، طلع بيحبني بس على طريقته هو. وده كان اختلاف تاني جيت أتكلم معاكم فيه، الاختلاف في تقديم الحب، وحبيت أشرحه معاكم جوه حكاية نورهان. في ناس بتعرف تحب بالكلام، كلمة حلوة، صوت نبرته هادية، رسالة في نص اليوم فيها كلمة وحشتيني. وفي ناس ما تعرفش تقول، بس تعرف تعمل، تحوش، تبني،
وتكون هي مصدر الأمان، وتسيب أثر كبير جوه اللي بيحبوهم. المشكلة مش في مين بيحب أكتر، المشكلة إن كل واحد فينا مستني الحب يتقدم له بالطريقة اللي هو فاهمها. فالست اللي مستنية كلمة مش دلوعة، والراجل اللي بيعبر بالفعل مش بارد. بس لما اللغة تختلف والترجمة ما تحصلش، الحب يوجع رغم إنه موجود. علشان كده اسمعوا بعض وافهموا بعض، واتكلموا عن احتياجاتكم من غير اتهام ومن غير كسوف أو تزويق كلام. الحب مش قالب واحد، الحب لغات، وأجمل علاقة هي اللي يتعلم فيها الاتنين لغة بعض. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لي كلمة حلوة في الكومنتات، وعلى فكرة ده بيفرق معايا جدا جدا. واشتركي في القناة يا أحلى أمرايا لو لسه ما بقيتيش فرد من عيلة سيلا، وأشوفكم بإذن الله على خير الفيديو الجاي بحكاية جديدة. سلام.